تعالوا النهارده نعمل كيكه طريه بشكل مش معقول. هتبقى شاربه صوص الكاكاو والكابتشينو مع بعض، ده اللي هيخليها طريه وطعمها رهيب. في الاول كده هنحتاج كوبايتين دقيق، ومعاها معلقه كبيره مليانه بيكنج باودر ورشه ملح، وندخلهم مع بعض. ويا ريت برضه نديهم تقليبه بالمعلقه ونركن الدقيق ونجيب الخلاط. هنحتاج كوبايه وربع لبن وكوبايه وربع سكر وكوبايه زيت او زيت على سمنه. بعد كده نحط 3 معالق كبار كاكاو خام وكيس الكابتشينو او النسكافيه زي ما نحب. بعد كده نحط نقطتين من الفانيليا السايله ونشغل الخلاط وناخد مقدار كوبايه نحطها في التلاجة، ونزود في الخلاط 4 بيضات ومعلقه خل ومعلقه صغيره فانيليا سايله، ونشغل الخلاط تاني ونصب الخليط على الدقيق ونقلب بالمضرب السلك لحد الدقيق ما يختفي تماما. هنصب خليط الكيك في القالب ونخبط القالب خبطتين، نطلع منه فقاعات الهواء وندخله فرن سخن مظبوط على 180، الرف اللي في النص والنار من تحت بس. والكيكه العسل دي هتقعد معانا 30 دقيقه. لما تطلع وتبرد هنقلبها على الناحيه التانية ونسقيها بكوبايه لبن من غير اي اضافات. بعد كده هنجيب صوص الكاكاو اللي في التلاجة، هنلاقيه تقل معانا وطعمه بقى فعلا لذيذ. هنوزعه على الوش، وعلشان الكيكة على ظهرها هتشرب الصوص وهتكون طرية جدا وفعلا طعمها لذيذ.